أعزائي المشاهدين، لازلنا متواصلين معاكم في القصر الأحمر، ومعانا عازف الرباب وغني على التعريف الأستاذ تغيم الظفيري. يعطيك العافية. الله يعافيك يسلمك. أبو صافي، اليوم متواجد ومشاركتك في القصر الأحمر، كلمنا عن مشاركتك. والله مشاركة جميلة والحمد لله، الوضع طيب وممتعة والله الصراحة. نعم. أبو صافي، اليوم نشوف الربابة، ليش سميتوها الربابة؟ هذا آلة موسيقية اسمها الربابة، يعني مثل ما تقول العود، مثل ما تقول الآلات الموسيقية اسمها هي الربابة. نعم. اي نعم. أبو صافي، ما قاعد نشوف لها صدى اليوم، يعني لها فعالة. طبعا يعني كل اللي يتعلق بالتراث والمواسم اللي طال عمرك، مثل ترى حتى كنا بالقرية، قرية صباح الأحمد، كان حضور الربابة جميل. اي نعم. يعني نقول اليوم منسية الربابة؟ لا، ليس مندثرة الربابة، في آلات ممكن مندثرة وممكن، لكن الربابة موجودة. نعم. نعم. ولا نقول اليوم يعني الإعلام ليس مهتم بالربابة؟ لا، مهتم بالربابة. عندك طال عمرك الحين ديوانية شعراء النبط والإذاعة، كل حلقة وكل برنامج لازم تكون الربابة موجودة، مطلوبة. أكيد. اي نعم. قاعدين نشوف لك ما شاء الله لغات واجد بالتلفزيون، نبي تسمعنا شيء حق السادة المشاهدين. إن شاء الله، أبشر. ودي لي يا جيتك ما طوف مر البلا الناس نقادا. ودي لي يا جيتك ما طوف من البلا الناس نقاده. حييت يا لابس النف نوف عدة حصانة أجد وزيادة. حييت يا لابس النف نوف عدة حصانة جد وزيادة. يا عين ريمن تقود خشوف ومذير حس طراده. طبعا احنا استمتعنا معاك في هذا اللقاء والعزف الجميل، عزف الربابة. احنا نشكر تواجدك معنا، كلمة أخيرة حاب توجهها؟ الله يسلمك، شكرا ويعطيكم العافية. وانت انا شايفك والله معانا مستمر كم يوم. الله يعطيك العافية. أعزائي المشاهدين، لازلنا متواصلين معاكم، تابعوا معنا باقي التقارير.